مهما طبعا أعلن نادي الشباب السعودي رسميا قبل قليل عن تعاقده مع المهاجم الغيني الحسن كيتا هداف نادي ريال مايوركا الأسباني، ولم يحدد البيان قيمة الصفقة ولا مدتها، وإن كانت مصادر قد ألمحت إلى الجولة أن الصفقة ممتدة حتى نهاية الموسم الحالي كخيار أول، ويملك الشباب خيارات تفضيلية بعد نهاية فترة الإعارة. وقد أثار إعلان نادي الشباب للتعاقد مع الحسن كيتا الكثير من الأسئلة في الشارع الرياضي السعودي بسبب إلغاء عقد اللاعب قبل عامين بقرار رسمي من الرئاسة العامة لرعاية الشباب نتيجة قيامه بتصرفات لا أخلاقية في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين الشباب والاتحاد، والتي فاز يومها الليث الأبيض بالكأس. وقد علمت الجولة بتفاصيل قصة إعادة الحسن كيتا إلى المملكة العربية السعودية، حيث بعث نادي الشباب بخطاب سري قبل 5 أسابيع يستفسر فيه من الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن مدى شمول العفو الرياضي والذي صدر بمناسبة عودة ولي العهد السعودي بعد رحلته العلاجية لحالة اللاعب حسن كيتا. وكان رد الرئاسة العامة لرعاية الشباب حينها أن العفو يشمله، وأن كيتا لم تعد لديه أي معوقات تمنع عودته إلى الملاعب السعودية. وقد تلقى الشباب الموافقة أيضا من الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب في ذلك الحين، ونتيجة لهذه الوضعية فقد تم التفاوض مع اللاعب وناديه ريال مايوركا الأسباني للوصول إلى تفاصيل الاتفاق. ومن المقرر أن يصل الحسن كيتا إلى الرياض بعد 5 أيام فقط ليدخل في تدريبات فريق الشباب، وستثير عودته إلى المملكة اهتماما إعلاميا وجماهيريا واسعا بسبب إمكانيات اللاعب الفنية العالية والمهارية. وكان نادي الاتحاد قد أبدى اهتمامه بعودة اللاعب إلى السعودية، خاصة وأنه كان لاعبه حتى قرار الإلغاء عقده عام 2008، إلا أنه لا يعرف ما هي تفاصيل مفاوضات الاتحاد مع اللاعب وما هي الإجراءات التي اتخذت من طرف إدارة النادي مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب للحصول على الموافقة الرسمية.